ما شاء الله. ايه رايكم يا جماعه؟ شوفوا العسل، شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه بتاعتنا الجميله. بسم الله على الجمال والحلاوه والعسل. طواجن ولا معموله اكنها معموله والله العظيم في الفرن البيتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس في الدنيا، حبايبي ومتابعيني، والف شكر على الكومنتات الجميله بتاعتكم، وشكرا يا ام ندى، الف شكر على الكلام الجميل اللي بتكتبوه لي. ربنا يخليك يا قلبي. انا قلت اشكرك مش في التليفون، اشكرك كده وجها لوجه، الف شكر. بصوا بقى، النهارده يومنا عسل وجميل وسكر. اللي محتار في الاكل ويخش على يومات ماما هيام هيلاقي كل جديد وكل حاجه فيها. احنا النهارده جميل. ناس طلبت مني اعمل لهم، انا كنت عامله على القناه الرز المعمر، طلبوا مني اللي انا اعمله تاني. حاضر، عينيا ليكوا، واي حاجه عايزينها تحت امركم. نخش على المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو رز، كيلو لبن، قشطه، سمنه. اللي عندك سمنه بلدي حطي، سمنه من العلب حطي، ما تقفيش على معلقتين زيت ذره، معلقتين سكر او معلقه كبيره، نص معلقه ملح. الطواجن بتاعتنا الجميله. ليه يا ماما هي بتعملي في الطواجن؟ الطواجن دي بقى يا حبايبي احلى حاجه تعمل فيها. الرز بقى ده احنا نقعينه قبلها بساعتين. ليه بقى نقعين الرز ومخلينه كده؟ والطاجن بتاعنا مغسول ونضيف وزي العسل اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نحط بقى في مقدار الطاجن بقى ايه، يعني ايه الطاجن ده هياخد اقل من نص كيلو رز، يعني ايه اقل من نص كيلو. وادي الطاجن التاني اهو. بسم الله ما شاء الله. هما طواجن الاحجام بتاعتها ايه مش كلها زي بعضها، فايه مختلفه شويه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي اهي. ربنا يحسن ما بين ايدينا، ويا رب كل اللي بيعمل حاجه تطلع معاه جميله وعسل. بسم الله ما شاء الله. نفضي بقى هنا بقى ايه عند دوت بقى العملاق ده الكبير ده. احنا ايه ده بقى اللي بيبقى واخد الدعم كله الكبير ده. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى ايه، والله لا استعمل ايديا، انتوا بقى مننا وعلينا، ومفيش بقى ايه البساطه مفيش احسن منها. ادي الرز بتاعنا الجميل المعمر، ادي الحبايبي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه بقى اللي فاضل معانا؟ انا بعمل كده ليه؟ بوايم بايدي عشان ايدي بتظبط الحاجه. اللي فاضل معانا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، هنحط حبه سكر لكل طاجن كده، نرش عليه رش السكر. السكر دي هو اللبن بيبقى مسكر، مش محتاج رش السكر ولا حاجه، بس دي بقى ايه بتدي بقى ايه للوش، بيطلع معاكي وذره ملح، تدي برده جمال. الميكس ده اجمل حاجه يا جماعه، وقلت لكم اي حاجه بتعملوها معايا على القناه بتبقى جميله. ادي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه هنا اللي فاضل ده بقى؟ بسم الله ما شاء الله. ده اللي قلنا السمنه على الزيت. عندك سمنه بلدي حطي، ما عندكيش حطي من الصفيحه كده، من اللي هي سمنه العلب. ادي اهي. بسم الله ما شاء الله. والطواجن بقى الفخار دي يا جماعه احلى حاجه في التسويه على فكره، يعني سبحان الله. الحاجه الفخار دي احنا قلنا احنا رجعنا ايه عرفنا اللي هم القدماء المصريين دول كانوا اذكى ناس واحسن ناس، اللي هم كانوا بيستخدموا الحاجه الفخار دي الحاجه الطبيعيه. ولا تقولي لي بقى ايه تيفال ولا نوفال ولا الحوارات اللي هم اللي طالعه جديد دي احلى حاجه. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى ايه هنغذي كده برضو ايه. بصوا احنا ايه الرز بلبن ده، الرز المعمر دوت هو يعني ايه سبحان الله بيحتاج اللي انت تبقى مدعماه كده. مدعماه يعني ايه؟ مدعماه يعني بقى متوصيه بيه. بصوا نقلب كده المكونات بتاعتنا كده اهي، قلبناها قبل ما نحط اللبن عشان تبقى كلها ايه التقليبه دي كلها تبقى فيها نفس الدسم وفيها نفس، ما يبقاش جاي في حته وحته لا اهي. وده بقى الطاجن الصغير دوت بقى ايه برضو ايه ادي احنا بنروق عليه اهو اهي. ويا جماعه الحاجات دي والله العظيم لاول مره يعملها وهيمشي معاك بالطريقه يلاقيها طريقه ناجحه وجميله. اهم حاجه بلي الرز بتاعك واللبن يكون بتاعك. ما تجيش بقى الرز يكون انت بلاه ويقوم بقى جاي بقى ايه تقومي جايه عامله لبن مغلي يقوم معجن معاك. لا، ممكن تعملي بقى ايه تدفيه تدفيه بسيطه بس. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنحط بقى اللبن بتاعنا اهو
بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله اكبر. بسم الله. اسهل من موافق يعني، وانت قاعده كده هتعملي حاجتك. ادي واحلى طاج الرز. طبعا احنا مش هنملاه قوي علشان هيزيد. بسم الله. الله اكبر الله اكبر. بألف وهنا اللي ياكل، وبألف هنا وشفا للي يعمل بأي طريقة ماما هي بتعملها. ادي ده. انا كنت جايبه بقى ايه معانا حبه ميه دافيه، قلت لو احتاج مني حبه ميه احطهم. ايه المشكله يعني؟ نزود برضو بحبه ميه عادي مفيش مشكله. ادي الرز بلبن الجميل بتاعنا، الرز المعمر بتاعنا. انا معلقه على الرز بلبن الظاهر اعمل بكره رز بلبن ولا ايه، الظاهر نفسي فيه. انا بقى يا حبايبي ادي الاكل بتاعنا البسيط، وادي الطواجن بتاعتنا. وانا بقى حطاها في صاج ليه؟ حطاها في صاج كده علشان لو في اي فرط ولا في اي حاجه وحصل اللي هي ما تبوظش فرن البوتاجاز، وفي نفس الوقت ما تتحطش مباشره على الايه، على الشبكه. واول حاجه تعمليها اللي انت يا حبيبه قلبي وبنتي واختي وحبيبتي، اللي انت تقومي جايه حطاها تحت الشبكه، على الشبكه ولا ايه، على درجه حراره 180 على تحت الشوايه. وتقومي جايه بقى ايه، الوش يحمر معاكي تطفي عن الوش، تقومي مشغله ايه من تحت. عندك الاتنين شغالين والله شغالي برضو ايه من فوق ومن تحت. بسم الله ما شاء الله. هو 10 دقايق من فوق وربع ساعه من تحت الطواجن دي، وهتاكلي احلى طواجن وهنشوفها مع بعض، واسهل منها ما في. اوعي تنسوا اللايك والاشتراك والكومنتات الجميله، وشكرا على كل يوم ناس بتخش معانا جديد. الف الف مليون شكر لكم. هحطه في فرن البوتاجاز وايه، وهتشوفوا بقى ايه وانا اوري لكم بقى هو بيرقص كده في فرن البوتاجاز وبيتدلع مع نفسه كده، وتطلعوا بقى تاكلوا معانا احلى رز. وشكرا شكرا ليكم. ما شاء الله. ايه رايكم يا جماعه؟ شوفوا العسل، شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه بتاعتنا الجميله. بسم الله على الجمال والحلاوه والعسل. طواجن ولا معموله اكنها معموله والله العظيم في الفرن البيتي، يعني مش معموله في فرن بوتاجاز. شوفوا بقى الجمال بتاع ماما هيام، وشوفوا الله 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 ايه الحلاوه دي. شوفوا 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 الجمال، شوفوا الرز، شوفوا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بصوا مفلفل ازاي وعسل ازاي. ما تيجوا تاكلوا معانا يا احلى ناس واجمل ناس، واعملوا بالطريقه بتاعت ماما هيام. ويا ريت ما تنسوش اللايك، واجدع ناس واحلى ناس ما ينسوش الاشتراك والكومنتات الجميله بتاعتكم اللي انتوا بتساعدوني بيها. واعملوا باي طريقه ماما بتعملها يا ماما هيام، هتطلع معاكم انجح طريقه. فرن البوتاجاز والله العظيم طالع اكنه في الفرن البيتي. ومع السلامه يا اجمل ناس.